كلنا لعبنا لعبة ماينكرافت وختمناها، وكل ما نتعمق في اللعبة بنلاقي حاجات غريبة زي الهيرو براين مثلا. وطبعا في حاجات تانية غريبة في لعبة ماينكرافت، ومن الحاجات دي انك تقدر تشغل الكام فاير بكتاب الفاير، والحاجة دي اللعبة ما اعلنتش عليها ولا اللعيبة استكشفوها. النهاردة هقول لكم اشياء غريبة موجودة في ماينكرافت 1.70.6. قبل ما نبتدي صلوا على النبي، ودول افضل تعليقات، ويلا بينا نبدأ. المعلومة الاولى انك تقدر تلون الخرفان باي لون، والحاجة دي عجبتني جدا، والموضوع ده متوجه للاشخاص اللي بيقولوا لقوا الخروف الوردي في وقت كياس. وطبعا تقدر تلون الخروف باي لون، حتى الالوان الجديدة اللي ضافتها اللعبة، ولما بتقتله بيديك نفس اللون بتاع الصوف اللي انت لونته بيه. المعلومة التانية اللي محدش يعرفها انك تقدر تزرع فوق في لعبة ماينكرافت، وطبعا ده مش جاتا بس، ده سناب شوت، ولو انت كتبت الامر ده الطريقة هتشتغل معاك. المعلومة التالتة انك تقدر تلون الدروع، وعلشان تلون الدروع بتحط مية جوه القيط وبتحط اي لون انت عاوزه، وبتقدر تلون الدرع. المعلومة الرابعة، بعد ما اللعبة نزلت تحديث 1.20 ضافت الجمل، بما ان الجمل الكائن الضخم والمناسب، فالكائنات اللي اضعف منه ببلوكتين ما يقدروش يلمسوك وانت راكب الجمل باستثناء السلك. المعلومة الخامسة انك تقدر تشغل الكام فاير بكتاب الفاير، وكمان تفتح بوابة النزل بكتاب الفاير، وانا بتحدى واحد فيكم يعرف المعلومة دي. المعلومة السادسة اللي هي طبعا Education Edition. الاختيار ده معمول للناس اللي بيفهموا في الفيزياء، وكمان ضايف لك عدد كبير من البلوكات مش عارف ايه فايدتها، بس بيقولوا ان هي بتصنع لك بلالين. المعلومة السابعة، كسل المبرمجين في عمل اشكال للايتم، لان الايتم بتشبه بعضيها. على سبيل المثال الدايموند يشبه لبيضة السلحفاة، ونفس الموضوع مع الايتم التانية. ولو عجبك الفيديو يا ريت تصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحابب اقول لكم جمعة مباركة عليكم، يا ريت تعمل لي لايك واشتراك، وفي رعاية الله.